ازيكم يا شباب؟ قررت اجرب بيس 23 وقلت ابداها من الاول. فزي ما انتم شايفين كده لسه فاتح اللعبه جديد. اللعبه بدات معايا في الاول انها ادتني نيمار. زي ما انتم شايفين الفرقه ضعيفه، فانا بلعب خطه يمكن دفاعيه شويه. وزي ما انتم شايفين القوه بتاعت الفرقه 1580. بس اللعبه مداني برضو عرض عقد لعيب، فتعال نشوف كده اللعيب اللي هيطلع لنا ده هيبقى مين. اللعيب الفري شكله 3 نجوم، او احسن من موجود عندنا يعني. الفريق لسه بادئ فضعيف في الاول. فتعالوا نشوف بقى مين اللعيب ده. ونعمل اوتوبيك عشان اوتوماتيك ينزلوه. قوة الفريق عليت 1693. كالديرون هو اللعيب اللي جنة. طيب، زي ما انتم شايفين عمال يجيلنا لسه بونص. فتعالوا نشوف اول كده، نعمل اول ماتش كده ونشوف اول ميشن عندنا. ناخد بس المكاسب بتاعتنا. وجالنا 6 عقود تانيين. لعيبة المفروض ان هم لعيبة عادية. طيب هنختار مين؟ انا اختار. طيب نشوف بقى التيكتس اللي عندنا. اه بس ايزاك اللاعب بتاع نيوكاسل، مهاجم جديد وصغير في السن وقدرته كويسة يعني. احسن من اللعيب كمان اللي عندي، يعني الحاجة و50 ده يعني. لما يجي ايزاك احسن بكتير. جواو موتينيو، وولفرهامبتون، دوري انجليزي. تعال نشوف كمان مين تاني معانا. هو كده قوة الفرقة هتختلف خالص. نكون شايفين كنا بادئين ب1500. دلوقتي يعني متهيألي الفرقة ممكن تخش في ال1700 أو ال1800 كمان. بافارد، لعيب بايرن ميونخ. تعال نشوف آخر تيكت عندنا هيجيب لنا مين. آخر تيكت ميلينكوفيتش. تعال نشوف بقى التيم بتاعنا هيختلف ازاي. زي ما احنا شايفين كده في أول الفريق دلوقتي 1693. الفريق بقى 1895 زي ما احنا شايفين كده. اللعبة اللي نزلت، كل اللعيبة اللي جات لنا نزلت تقريبا. والفرقة يعني بقت أقوى بمراحل. تعالوا كده نجرب الفرقة ونلعب أول ماتش.
خلينا نلعب ماتش في ايفنت، نشوف لو في ايفنت نقدر نشترك فيه بالتيم ده. هنلعب برشلونة، فريق الباور بتاعه اعلى مننا بكتير. زي ما احنا شايفين يعني الفريق بتاعه 1875 ولا 1900، الفريق التاني 2200. كل فريق اقوى مننا، بس يعني هنشوف بقى الموضوع هيبقى خبرة بس ولا الخبرة والمهارة هيفرقوا. والهجمة الأولى والهدف الأول. لا يعني شايف ان غالبا الفريق ده هيبقى يعني، لا الفريق بدأ بداية كويسة. برضه زي ما احنا برضه عارفين ان يعني لسه بادئين، بس احنا يعني مش جداد في اللعبة يعني. كالديرون لإيزاك. إيزاك رمى ثرو حلو قوي، لكن تير شتيجن بيطلع يقطعها. تير شتيجن بيرمي ثرو، بس طبعا يعني احنا عندنا اللعبة كلها جاهزة. نعمل ضغط. هاتوا ده، هاتوا ده، هاتوا ده ما يجريش. طيب. وإيزاك رايح. والهدف التاني. الثرو ده من احلى الثروهات اللي بتلعب في اللعبة دي دايما. الثرو من ظهر المدافعين ده، فكون انت تبقى جنب ودايما يبقى عندك مهاجم في النص، تلعب الثرو ده في اللحظة الحاسمة. يعني انت لو لعبتها بدري شوية هتقطع منه، ولو لعبتها متأخر شوية اوفسايد. زي ما احنا شايفين كده يعني احنا غالبا هنكسب الماتش ده، فانا هقفل، مش هطول عليكم في الفيديو، واخلص الماتش ده وافتح وافتح اكلمكم تاني. السحب اللي كده نشوف الثرو ده. وضاعت.